وكده يا حبايبي خلصنا زبدة الراعي. شركة محترمة جدا واشكر الاستاذ ميلاد وكيل الشركة، جاب لي الطلب بنفسه، جاب لي كرتونة لغاية هنا. دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا لكم بنبأ جديد. احنا جربنا زبدة الشرقية بيور وجربنا دهب. المرة دي بقى قلنا ايه، نجرب زبدة الراعي، شركة ممتازة، واللي جاب لي الطلب وكيل الشركة بنفسه، وفي فوقيها هدية. هنفتح بقى مع بعض كده. بسم الله. حطينها كمان في كيس محفظ من جوه. قال لي انا مستنيكي بره بالضمان، شركه بالضمان بتاعها جامده. دي جاموسي كرتونه على بعضيها. فاحنا هنحاول بقى نفتح كده وهي لسه جامده كده عشان نوريكم الزبده نفسها. بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله. في اختبار بقى ما يعرفوش غير الناس الفلاحين الشراء ولا زينا. بتعملوا كده وتعملوا كده اهو. لو لقيتيها سايحة كده تبقى بيور، لو جرمزت تحت صباعك تبقى دي السمنة مش بيور ومخلوطة. ندوقها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طعم وريحة. هنسيحها بقى ونوريها لكم. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي بعد ما استلمت الكرتونة بتاعت الراعي. العنوان بتاعها اهو. دي زبدة اول مرة هستعملها بعد ما استعملت زبدة الشرقية بيور واستعملت دهب، تعاملت معاها. وانا قبل ده كله كنت بعمل زبدة، بس بقالي كام سنة ما سافرتش البلد عشان بجيب من البلد لبن من الجاموسة على طول، وبعمل قربة هنا على ايدي بعملها، بتبقى زبدة 100. فهنجرب الراعي النهاردة. انا عملت ليها تيست لقيتها حلوة، مش الزبدة المغشوشة اللي بيبقى فيها دهن وحاجات كده بتبقى بتجرمز كده في ايدك وانت بتدعكيها. فانا هولع عليها اهو. انا كنت عايزة اسيح 5 كيلو، بس الحلة دي عندي اكبر حلة بتاعت والدتي محتفظة بيها الله يرحمها، فخليت كيلو منها، شلت من 5 كيلو وقلت هسيح 4 بس لغاية بس ما يعدي الظروف دي، عشان عندنا كان اخر امتحان النهاردة. ربنا ينجح ولادنا وولادكم يا رب. هجيب حلة مقاس 40 ولا حاجة اهي. سمنة الراعي عندهم سمنة مسيحة لو عايزين بطرمانات، واسعارها جميلة، والوكيل بتاعها اجمل بصراحة، ذوق واخلاق. جاب لي الحاجة لغاية هنا مشكورا، وهسيح منها والباقي هخليه بقى ايه نبقى نسيحه عشان الكحك والبسكوت. كل سنة وانتم طيبين. فاصل ونواصل. انا كده بعلي العين الاول يا بنات الجداد اللي هم لسه على وش جواز، اللي من سن ولادنا كده، تعلي العين الاول لحد ما تسيح، وبعد كده يا حبايبي تروحوا موطيين العين عشان ما تقولوش ماما سوزان دلتنا غلط. لازم توطي العين وتهدي، وتخلي جنبك سلطانية فيها شوية مية، تحس انها فارت قوي، تروحي حاطة معلقة
هتلاقيها تهدى وتكن وتقلبي. ده بعد ما تسيح كلها، عشان بعد كده بتفور، والفوران ده اللي بيطلع فوق اللي على الوش ده بيبقى مرتة. دي المرتة اللي بنحبها كلنا. ماشي حبايبي، ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا. معلش والله انا عندي عامله حلقات كتير على الفلاشه، بس كنت مستنيه ابني لما يخلص الترم ده وربنا يهديه ويمنتج لي الحاجه ويعملها. فاصل ونواصل. كده يا حبايبي ابتدأت تقل شويه. لما ابتدأت تقل شويه فتحت الباكيتة ال5، يعني كده وش العدو 5 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده الكيلو الاخراني ده لقيتها قلت شوية، وقلت خير وبركة. بس عند ما تفك الكيلو الاخير ده وتكسر حتت كده، هبدأ بقى اوطي النار على الاخر، وتقلبي بقى بكبشة وتجيبي من تحت لفوق كده. دلوقتي انا بقلب بمقصوصة، بعد كده هدخل الكبشة بقى عشان اجيب من اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ليه؟ عشان المرتة بتاعتك تدناها حلوة وما تتحرقش. احنا عايزين ناكل حتة مرتة حلوة اهو، وما تسيح وتفور قوي زي ما قلتلك. معلقة مية، حطي معلقة ملح اهي. الرغاوي دي يا بنات، نقول على البنات الصغيرين اللي ما بيعرفوش لسه يسيحوا سمنة، دي المرتة. اما تصفى تحت وتبقى السمنة البياض ده تبقى كلها لون الزيت كده، مفيش الرغاوي دي، تعرفي انها خلاص كده. تطفي عليها، ولما تبرد تعبيها في بطرمانات. الحلة دي مقاس تقريبا 32 او 34. عندي الجرانيت بيشيط شوية، جربت فيهم 3 كيلو. اكبر حلة هتاخد 3 كيلو بالعافية. فان شاء الله ناوية باذن الله، بس عشان عندي امتحانات هنزل اجيب حاجة مخصوص للزبدة والحاجات دي. كان عندي والله واحدة ألمونيا بتاعت والدتي تاخد لها 15 كيلو، بس لقيتها زحمة بقى ورحت مديها للبواب. محبش الحاجات الكبيرة اوي، بس معرفش ان ليها هتبقى ليها نفعة عشان الزبدة. اهو يا حبايبي تقلبي كده يا بنتي وبناتنا واصحابنا وكل متابعيني من فوق لتحت كده عشان ما تتحرقش من تحت. دي الحلة دي بقى مبروكة من ريحة امي، مش عايزة افرط فيها. فالتيفال زهران، بس طبعا اي شغالة بتجيلك بتروح ماسكة السلكة ودعك، الله يسامحهم بقى، مش خاسس عليهم حاجة، بوظولي طقم التيفال اللي عندي كله. كده يا حبايبي الزبدة قربت تسيح اهو، طالما عملت شكل زيت كده زي شكل الزيوت. هتنزل بقى بقية الرغاوي تحت. انا طفيت عليها عشان وقفت كتير، عشان كانت بتعمل رغاوي كتير اهي. وهنا مولعين على دجاج عشان صايمين النهاردة. نشوف بقى هنطبخ معاها ايه، بسلة ولا سبانخ ولا ايه، الله اعلى واعلى. قربت تنزل اهي، مطية عليها العين. انا غليتها كذا غلوة بالليل وطفيت عليها، قلت الصبح هكملها. كده يا حبايبي الزبدة خلاص اهي ما شاء الله. اللي تحت دي المرتة، طبعا هتاخدي من على الوش كده. وهنا محضرة بطرمان اهو مغسول، هملاه وهملة غيره. دول على فكرة 5 كيلو. يعني انا امبارح فكيت 4، اول ما هديت شوية رحت فاتحة كيس عبوة تاني كيلو وحطيتها. بس طبعا عشان خاطر كترت بقى طلعت عيني على ما
لان حذرة جدا انها تفور على البوتاجاز. عاملة ازازة جنبي فيها ندعة مية كده، شوية مية كل ما تفور اروح حاطة شوية. حطيت نص معلقة ملح صغير. هعبيها بقى يا حبايبي في البطرمان والبطرمانات وهوريها لكم. فاصل ونواصل. وكده يا حبايبي خلصنا زبدة الراعي. شركة محترمة جدا، واشكر الاستاذ ميلاد وكيل الشركة، جاب لي الطلب بنفسه، جاب لي كرتونة لغاية هنا. دي انا سيحت 5 كيلو، بس دي كان فيها قيمة يعني تلت كده. ده بطرمان الشرقية بيور، كنت واخدة سمنة منهم فما عنديش بطرمانات فرحت مكملة عليه، بس الباقي يعني عايزة اوريكم السمنة من جوه. بسم الله ما شاء الله اهي، لسه ما جمدتش لان لسه مخلصة دلوقتي ومقفلاها، يعني لسه ايه طرية شوية ما جمدتش. فما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس، واللي ما اشتركش فضلا وليس امرا. ونشكر شركة الراعي وخصوصا الاستاذ ميلاد، جاب لي الحاجة لغاية هنا مشكورا. وكل سنة وانتم طيبين وهم طيبين، وبعود الايام جربوا شركة الراعي مش هتندموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.